لما الشتا يهل علينا ويبقى نفسنا في شوية قراقيش، نسقسقهم كده في كوباية شاي سخنة ولا كوباية حليب، ولا يا سلام مع حتة جبنة قديمة ولا حتة جبنة اسطنبولي. بصراحة حاجة عظمة. طب ما تيجي أقولك هنعمل العظمة دي ازاي. هنجيب كوباية ونص من المية الدافية، عليها باكت من الخميرة أو معلقة كبيرة، وأربع معالق من السكر، وندوبهم كويس جدا ونسيبهم على جنب كده لغاية الخميرة ما تتفاعل. ونروح نجيب بولة العجان ونحط فيها كيلو دقيق منخول كويس جدا، عليهم أربع معالق كبار سمسم، ومعلقة كبيرة من ريحة الكحك، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة من الملح طبعا صغيرة. ومعانا هنا مادة دهنية عبارة عن كوباية ونص من السمنة، ومعاهم كمان نص كوباية من الزيت. وما تستكتريش المادة الدهنية وهقولك ليه دلوقتي. ونروح نبسهم بالعجان لغاية ما يبقوا معايا زي الرملة المبلولة كده. ننزل عليهم بقى بالخميرة اللي شايفين فارت ازاي. تمام. ونسيبهم بقى ايه ياخدوا يدوا مع بعض كده في العجان حوالي نص دقيقة، دقيقة بالكتير. هتبص تلاقي العجينة معانا بقت زي الملبن كده ما شاء الله. لو لقيتيها طرية زيادة عن اللازم ممكن تحط لها معلقتين دقيق. طب لو لقيتيها بقى ناشفة تنزلي عليها كده بشوية مية دافيين حوالي معلقتين ثلاثة أو حليب. تمام. هي كده معايا مظبوطة جدا، لا هزودها لا مية ولا هزودها حليب ولا هزودها دقيق. وننزلها بقى على المفرش بتاع العجن، نلمها بس، لأن عجينة القراقيش ما بتتعجنش، بنلم بس المكونات مع بعضها. وانا بقولك شوفي ما شاء الله كانت زي الملبن ازاي. هنا هنسويها لشكل كده مربع، ونبدأ نقسمها لقطع خمسة ست قطع، بس عشان تسهل علينا نعمل معاها كل قطعة على حدة بسهولة. هنكورها، وانت بتكوريها تحاولي تدخلي العجينة في قلب بعضها، علشان الحركة دي بتخلي القرقوشة من جوه مورقة وخفيفة. هنحطها كده ونغطيها بلاستيك راب علشان خاطر بس ايه وشها ما ينشفش ويعمل قشرة. هنبدأ نساوي كل قطعة على حدة ونلفها رول لغاية ما نوصل بيها لشكل الرغيف الفينو كده. احنا بنلفها نضغط كويس جدا، يعني ايد بايديكي بتلف وفي نفس الوقت بتضغط عشان تطلعي منها الهواء، وهتبقى بالشكل ده معانا. ونقلبها على الناحية التانية، نقفلها كويس من تحت علشان لما نيجي نفردها ما تفتحش. تمام. هنخلص بقى كل المجموعة اللي عندنا سواء خمس أو ست قطع أو على حسب ما انتي مقطعة قد ايه، بنفس الشكل اللي احنا قلنا عليه ده. تفرديها وبعدين تروليها كده زي الرغيف الفينو وتقفليها من تحت كويس، وهكذا. موضوع سهل جدا وبسيط، وده هيسهل عليكي لما تيجي تشتغلي فيها علشان تقطعيها. هتلاقي القطعة مناسبة جدا لأن انت تشتغلي فيها كده بسهولة. خلاص خلصنا كل الكمية، هنروح نحطها على صينية حجمها أكبر شوية علشان إيه تاخد راحتها في الخمر. مش هنسيبها أكتر من نص ساعة بس على ما نجهز المفرش بتاعنا والصواني أو الصيجان اللي أنا هعمل فيها. اما تيجي تفرديها هنا كل قطعة زي ما انت شايفة كده، بتفرديها براحة الايد مش بالاصابع علشان ما تضطريش يعني ايديك تعلم فيها وترجعي تفرديها من اول وجديد. براحة الايد او ببطن الايد. تمام. وتسويها كده من الجناب وتبدأي تقطعيها. طبعا الحجم ده متروك ليكي، سواء عايزاها تبقى عريضة عن كده او بالحجم اللي انت شايفاه ده. طبعا برضو الارتفاع ما يزيدش عن 5 مللي بالكتير، علشان لسه لما هترتاح حجمها هيزيد وهتنتفخ كده شوية. تمام. وطبعا برضو لما بنسيبها بترتاح ما بنزودش عن نص ساعة بالكتير، علشان ما تخمرش قوي زيادة عن اللازم فتظهر فيها ريحة الخميرة وتبقى مش لذيذة في الأكل. وتفتح قوي زيادة عن اللازم برضو في الفرن. هو نص ساعة مش أكتر من كده. خلاص خلصنا الرصات بتاعتنا كلها سواء في الصواني أو في الصيجان. وأنصحك دايما تستخدمي الصواني أو الصيجان الألمونيوم. هتشوفيني دلوقتي هستخدم حاجة تانية طلعت معايا النتيجة مش أحسن حاجة، هتشوفيها دلوقتي في نهاية الفيديو. فعلشان كده أنا تعمدت أعمل كده برضو عشان نقول ممكن شغلنا كله أي معجنات تبقى في الألمونيوم. بصراحة بيطلع النتيجة حلوة جدا لأنه بيوزع الحرارة بشكل متساوي على المعجنات اللي بنسويها في الفرن. كرة العجين دي بقى اللي كانت يعني اتجمعت نتيجة تسوية الأطراف بتاعة حبال القراقيش لما كنا بنسويها. وزي ما انت شايفة انا عملتها على صينية صاج، دي بتاعت بيتزا، صينية كانت قديمة عندي ما كنتش بستخدمها، فقلت خلاص هستخدمها للمعجنات. وهنشوف النتيجة مع بعض دلوقتي عاملة ازاي، نتيجة الألمونيوم ونتيجة اللي هي الصينية الصاج.
وطلعت القراقيش من الفرن اللي كان متسخن على درجة حرارة 180، وتبدأي بعد كده بعد ما تبدأ خلاص الفرن كده ياخد ويدي تقللي درجة الحرارة شوية ل 170. وادي الكحك اللي احنا عملناه ببواقي العجين. طبعا زي ما انت شايفة يعني هو شكله مش عاطفي ابدا، بس والله طعمه كان تحفة. ما يقلش ابدا في الجودة والطعم الحلو عن القراقيش نفسها الأساسية اللي انتوا شايفينها منورة الصينية كده. ما شاء الله جميلة جدا. مقرمشة من بره، من جوه كده تحسيها يعني ناعمة، وطعمها حلو قوي بصراحة. يعني هي ما شاء الله تاكل حاف من غير أي حاجة خالص معاها. وبصرف النظر بقى عن الكحكتين دول، انتوا شايفين اللون عامل ازاي بتاع القراقيش من الجنب. تحسيها مفرغة كده ومفتحة، مش مكتومة ولا هي كمان معجنة. وما شاء الله بتدوب لما تيجي تمسكيها كده تحسيها بتتفرول في ايدك، دليل على انها دايبة وواخدة حقها في المادة الدهنية. في ناس طبعا بتحبها ناشفة عن كده شوية، فتقدري تقللي تخليها مثلا كوباية سمنة واحدة مع نص كوباية زيت. وليه سمنة وزيت مع بعض؟ لأن الزيت بيخليها مقرمشة من بره، والسمنة بتخليها ناعمة من جوه. طبعا والتسوية دي بقى حسب الفرن بتاعك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب مطبخ أماني شتا، ولايك وشير واشتراك في القناة، وهسيب لكم المكونات في صندوق الوصف. مع السلامة.